فل على جمهورنا الكريم وبالتحديد اخواتنا المغاربه. كنت نزلت فيديو بنتقد فيه كابتن حسام حسن بكل ادب، وبقول ان المنتخب المصري لم يقدم اي شيء يذكر في مباراه اسبانيا، وفوجئت بسيل من التعليقات ومشاركه الفيديو من اخواتنا المغاربه. عايز بس انوه في البدايه يا جماعه ان احنا كلنا اخوات، وانه الكوره في الاخر حاجه ترفيهيه تقبل اراء عده. انا ليا راي وانت ليك راي، والاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. وعايز بس اقول انه لا يجوز ان نتعصب للكره على الاطلاق. في الاخر دي كوره، واحنا شعوب واحده بتجمعنا تاريخ وبيجمعنا لغه وبيجمعنا دين. عايز بس ارد على نقطه صغيره قوي لاحظت في تعليقات كتيره جدا من اخواتنا المغاربه نوع من انواع الاتهام للمنتخب المصري بانه بيحصل على البطولات بالرشاوي وبيحصل على البطولات بطرق غير مشروعه، وخاصه اخر 3 بطولات 2006 2008 2010. وهنا يا جماعه اسمحوا لي ان انا اعارضكم في هذا الراي. اولا المنتخب المصري يا جماعه لما حصل على ثلاثيه 6 و8 و10 فحصل عليها عن جداره واستحقاق. ازاي؟ 2006 كنا منتخب كويس جدا، كنا منتخب جيد، لم نكن الافضل، ولكن الدفعه الجماهيريه اللي كانت موجوده في القاهره في مصر خلت اللعيبه تتحرك وتشتغل، وقدرنا نكسب البطوله. في فرق فعلا كانت افضل زي الكاميرون زي كوت ديفوار. انما 2008 2010 يا جماعه احنا وصلنا للتوب فورم بتاعنا. منتخب مصر كان منتخب جامح. 2008 اول مباراه كسبنا الكاميرون 4-2، وبعد كده وصلنا للادوار الاقصائيه كسبنا كوت ديفوار 4-1. يا جماعه انا بكسب فرق تقيله جدا في افريقيا بالاربعه، والناس اللي بتقول لك اصل عيسى حياته يعني هيخليني اكسب الكاميرون اللي هي بلده، وكسبنا الكاميرون في النهائي 1-0. وبالتالي انا اثبتت على مدار البطوله استحقاق. خارج من البطوله عصام الحضري احسن حارس مرمى، خارج من البطوله حسني عبد ربه احسن لاعب. اروح بقى على 2010 انا اول مباراه بلاعب فيها نيجيريا بديها 3-1، ثم بوصل للادوار النهائيه بلاعب منتخب الجزائر، منتخب قوي جدا، منتخب صعب جدا، منتخب عنيد جدا، بكسبه 4-0. مباراه ماراثونيه عملت فيها اداء غير طبيعي. بوصل وبكمل وبلاعب في النهائي منتخب غانا وبكسب صاحب الارض المضيف 1-0. شاركت في كاس القارات، لعبت البرازيل عملت عليها جيم جامد قوي، خسرت 4-3. لعبت ايطاليا عملت عليها جيم جامد، بطلة كاس العالم كسبتها 1-0. وبالتالي ما ينفعش ان انت تتكلم عن الفريق المصري اللي يعتبر فريق ايقوني بكل شكل من الاشكال وتقول اصل انتوا خدتوا البطولات بالرشاوي وبعيسى حياته. طب عيسى حياته ما نفعش نفسه وما نفعش منتخبه ليه؟ ولو عيسى حياته ساعدني ان انا هكسب 4 اكسب 3، كلام طبعا مش منطقي. فانا بس حبيت ان انا انوه ان لا، منتخب مصر منتخب قوي جدا، ويظل الى هذه اللحظه اللي انا بصور فيها الفيديو انا سيد افريقيا. مصر سيده افريقيا. مصر 7 القاب، كسبنا كل شيء. غيرنا مع لقب واحد او مع لقبين بس، وبالتوفيق لكل الدول العربيه.